في إطار الاحتفال بالذكرى السبعينية لاندلاع الثورة المجيدة، تنظم الجمعية العلمية الفلكية لولاية الجزائر تحت الرعاية السامية لوزير الشباب والرياضة وبإشراف من مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر هذه التظاهرة العلمية الموسومة بعنوان معرض الجزائر العلمي لسنة 2024، دائما تحت شعار واحد: شباب مبتكر لوطن منتصر. وهذا بالقاعة المتعددة الرياضات مختار العريبي هنا بالأبيار من 16 إلى غاية 18 من شهر نوفمبر. من تاريخ وطننا العزيز والذي يعكس الرؤية الطموحة والالتزام المستمر لدولة الجزائر تحت القيادة الرشيدة والنظرة الاستشرافية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في دفع عجلة الابتكار والتطور التكنولوجي وتوفير الفرص الواعدة لشبابنا لتحقيق طموحاتهم ورفع راية العلم والمعرفة. إن تنظيم هذا المعرض العلمي الذي يتم تحت شعار شباب مبتكر لبناء وطن منتصر هو تجسيد حي لهذه الرؤية الشاملة التي تسعى لتفعيل النشاط العلمي للشباب في عملية بناء الجزائر الحديثة. ويأتي هذا الحدث في الوقت الذي نحتفل فيه بذكرى عزيزة على قلوبنا، الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. إنه لمن دواعي السرور أن نقف أمامكم اليوم محيي مرحبا بكم بالدرجة الأولى، خاصة الشباب اللي من خارج الولاية. ضرب فيما يخص مساهمة القطاع العام ما يخفاكمش بالإنتاج. قطاع الشباب والرياضة دائما مرافقا للشباب المبتكر، الشباب اللي عنده طموح انه يتميز، يبقى واجب القطاع العام عند هيئته وإدارته أن نوفر الشغل الملائم لأن الشباب الطموحين لازم نعطيوه آليات نمكنوه مما تمكن به غيره على مستوى العالم. كنا نتكلم كان معنا ياسين ويمكن لنا نقول شي دور تاعنا كقطاع. القطاع هذا راه حاضن ومشتمل الافكار، يكون يعني حاضن ومشتمل التكوين، لانه القطاع لا ينافس اي قطاع اخر لانه اختصاص. بالنسبه لنا حنايا سنوفيرليزي يعني سنقول ما حبيتش ندير كلمه افتتاحيه ولا كلمه رحيمه نقرا عنوان، حبيت نتكلم معاك من لانه الشباب تاعنا تنمو. عندنا حنا واحد المقاربه شويه عظيمه، مقاربه بين الشباب تاعنا حنا نشوفوا على مستوى المدنيه ونشوفوا على مستوى الولايه ونشوفوا على مستوى الجهه. لازم نرتقي بالفكره تاعنا حنا ونكون مقاربه عالميه، لانه متطلبات الشباب اليوم راه عايش في منظومه عالميه ماهوش عايش في معزل عنها. نبقى عن طريق هذه الافكار وهذه الجمعيات وهذه المؤسسات لازم نرتقي الى اعلى مستويات في يخص الجانب العلمي، لان خاصه ان الناس تكون حامله للافكار. الشاب اللي حامل لفكره، انا بالنسبه لي ماهوش فكره بسيطه فقط ولكن حامل الامل. الامل هذا اللي يخليه يوصل الى ان شاء الله الى ابعد نقطه ممكنه. دونك حنا بالنسبه لنا كقطاع نبقاو دائما مساهمين ومرافقين ومؤيدين للشباب الحامل الافكار. المؤسسات القاعديه للشباب والرياضه تبقى في خدمه هذا الشاب، وانا من هذا المنظر احبكم يعني اينما كنتم واينما حملتم ان الافكار تاعكم تبقاو تدافعوا عليها من الاخر. الافكار هذه لازم نوصلوا بها، لازم نذكروا شويه العقيده تاع الشاب الجزائري لما يقوم سيسمو بهذا المعنى صريح، لانه ما نبقاوش يعني هذاك الاسم سنديكاليست مطالب. ماذا بينا الشاب يكون تركيزهم باسكو انا على بالي كل الافكار تاعنا يكونوا الافكار اللي عندنا. احنا لازم نفتحوا كل الابواب ونكونوا مرافقين ومساندين عن طريق كل الاليات القانونيه الموجوده، ويعني تكون عندنا جرأه انه دائما نكافئوا كما يقولوا. دونك انا بالنسبه لي جد مسرور في الاخير ارحب مره اخرى بكل الحضور يعني من شباب من مؤسسات من هيئات من جامعات وخاصه الشباب بحمل الافكار. متمنيا لكم يعني التوفيق في هذه المهمه الجديده، وندعوكم مره اخرى الى رفع المستوى الى اكبر ممكن، وكذلك نروحوا شويه للاختصاص. الاختصاص اليوم ما يخفاكمش في منطقه قطاع الشباب والرياضه في سنه 2024 هو رهان رقمنه هذا القطاع. الرقمنه ما تجيش كذا، الرقمنه سي ان ديسبلي سي فورماسيون
الى مجتمع رقمي. دونك هذا لازم يكون المساهمه تاعكم خاصه انتم الشباب حاملين الافكار ومشاركين ان شاء الله كما كنا وسنبقى مساندين. شكرا لكم، بارك الله فيكم. وباسمكم اسمحوا لي باسمكم وحي تحيه خاصه السيد المدير العام للشباب بالمحافظه معنا، هذا يعكس يعني خاص كذلك السيد الولي المنتدب للمقاطعه الاداريه مستمعا للمحافظه، السيد المقاطعه الاداريه شباب المقاطعه الاداريه سيدي عبد الله، وكل الادارات والمسؤولين قطاع الشباب والرياضه، نبقى دائما نحن في خدمتكم. بارك الله فيكم وشكرا لكم. سيد المدير العام للشباب الاخ الفاضل، سيد مدير الشباب والرياضه لولايه الجزائر، سيد المدير المنتدب للمقاطعه الاداريه سيدي عبد الله، الساده مديري ومسيري المؤسسات الشبانيه والرياضيه لقطاع الشباب والرياضه لولايه الجزائر، السيدات والساده مسيري قطاع الشباب والرياضه والنوادي العلميه للجامعات، السلام عليكم الضيوف الافاضل، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فانا بدوري وكمسؤول عن المقاطعه وانا ارحب بكم كذلك بدوري في هذه ببلديه الاحياء، واتمنى من الاخوه الشبان العلميين ان يستفيدوا من هذه التجربه ومن هذا اللقاء. ف 25 ولايه، 25 يعني شاب قاموا كما تفضل سيد المدير ان تقوموا بتطوير المهارات العلميه والرقميه، فنحن لكم السند. وما هذا اللقاء وفي هذه الايام نتمنى ان شاء الله في هذا الوقت بالذات ان تستفيدوا من بعضكم البعض للعمل سويا للالتقاء بالفكر الشباني العلمي، سواء كما تفضل يعني هناك يعني نوادي علميه جامعيه ونوادي علميه لقطاع الشباب والرياضه، فالابواب مفتوحه ونحن لكم سند بهذا اعمالكم، ونتمنى لكم يعني عمل موفق تحت اشراف واترك يعني الكلمه الافتتاحيه والاشراف الرسمي لزميلي واخي المدير العام للشباب والرياضه الذي سيقوم بالافتتاح الرسمي لهذا الملتقى، فكنتم ودمتم ذخرا لهذا البلد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السيد الولي المنتدب للمقاطعه الاداريه المزارعه، السيد المحترم مدير الشباب والرياضه والترفيه من ولايه الجزائر، السيد المدير المنتدب للمقاطعه الاداريه سيدي عبد الله، اطارات قطاع الشباب والرياضه، اخواتي الفضليات، اخواني الافاضل، سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سعيد جدا بتواجدي معكم في هذا الاطار المنظم، او بالاحرى هذا الفضاء العلمي الذي يبرز مدى تقدم بلدنا وشبابنا في المجال العلمي والتكنولوجي وخاصة الرقم. إذا أصبحت التكنولوجيا عاملا أساسيا في تحقيق التنمية في كل بلد، فأصبحت تقاس تقدم الدول بمدى تطورها وتطور شبابها في المجال العلمي. وكانت الجزائر ولا زالت تعمل على إنشاء وتدشين العديد من الجامعات والمعاهد والكليات المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا، وخير دليل على ذلك أن الجزائر لها وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة. إذا جاء قطاع الشباب والرياضة والذي كان من قبل، نقول من قبل، معي الأخ بغير سمير كان رئيس اتحادية النشاطات العلمية، أن الجزائر
في وقت مضى كانت من أبرز الدول ومن أنشط الدول، وكنا نتحصل على المراتب الأولى سواء على المستوى المغاربي أو الإفريقي، وكانت لنا بصمات جد عالية وغالية. ولا زال قطاع الشباب والرياضة الآن بكم أنتم كرؤساء جمعيات متخصصة في النشاط العلمي وكشباب ناشط نعمل على توسيع هذا النشاط على مستوى مؤسساتنا القاعدية وخلق فضاءات كذلك من أجل التنافس في المجال العلمي بين هذا الفضاء مع الجزائر العلمي الذي أتمنى إن شاء الله السنة المقبلة يكون المعرض الدولي العلمي للجزائر. أصلت عن مسؤولية مع السيد وزير الشباب والرياضة، أعلن رسميا عن الافتتاح الرسمي لمعرض الجزائر العلمي مع التوفيق والسداد لكل أبناء الجزائر في مجال النشاط العلمي. شكرا جزيلا.